منها فرصه محمد شريف اللي هتكلم عليها، لان الصراحه انا شايف ان جمهور الاهلي بيأسى او يعني بعد الماتش يعني بيتكلم على محمد شريف بشكل انا مش حابه الحقيقه، مش حابه تماما، مش حابه تماما، لان محمد شريف ده من كام اسبوع هو جايب هدفين في نادي الزمالك في لقاء قمه والغريم التقليدي، وكان سبب من اسباب الفوز، وايضا بعد كده ابتدى يعني الراجل ابتدى يفوق. وهنا انت بتبقى مكسب ليك لعيب زي محمد شريف يفوق، وده يعني ما احبش ان محمد شريف ما انه ضيع كوره النهارده او كورتين او ايا كان اللي عدد الفرص اللي ضيعهم، ان انت كجمهور تقدر يعني تخلي اللعيب بتاعك يعني ثقته تقل او ثقته تروح، وبعد ما انت كان هو جاي في الطريق ان هو يعود مره اخرى وان يبقى في حالته الطبيعيه ويحرز اهداف، انت بتسحبه لورا مره تانية نتيجه ان ضيع هدف او فرصه او فرصتين. ده بشوفه ان مهم جدا ان احنا نقف في ظهره ونقف معاه، وفي نفس الوقت هو كمان يشوف ايه الغلط، ليه بيضيع اهداف سهله، ومدربه كمان لازم يشوف هو ليه محمد شريف بيضيع اهداف سهله. هي دي برضو نقطه بتبقى يعني مجتمعه او بيبقى كله مشترك فيها، سواء بقى محمد نفسه او كولر اللي بيشتكي منه عدم وجود فيرود قوي. انت عندك فيرود بيوصل، الفريق بيوصل، ودي حاجه كويسه، يعني بتوصل عن طريق قفشه، بتوصل عن طريق حسين الشحات، بتوصل عن طريق محمد شريف، ومع فرق كبيره على فكره. يعني المره اللي فاتت الماتش اللي فات ريال، محمد قفشه راح، محمد مجدي قفشه وصل للريال، حسين الشحات وصل لمرمى الريال، النهارده وصلت كذا مره. لكن بتضيع ممكن تكون فرص سهله بتسبب ليك انك الفريق الاخر بيعود مره اخرى للمباراه بالتعادل ثم الفوز 4-2. دي نقطه المفروض المدير الفني ياخد باله ويشوف لعيبته ليه بتضيع فرص سهله، ما يعملش ليه اكيد تدريبات فرديه لمحمد شريف اللي عنده سرعه وعنده قوه وبيقدر يوصل للمرمى. في الحقيقه انا عايز برضو اكلم محمد اقول له يعني بص كده النهارده الماتش يا محمد بتاع ريال مدريد وعودة بنزيما بعد الفترة الطويلة دي، وجوده في البوكس بيبقى عامل ازاي، تصرفه في الكورة عشان يجيب جول، بص الافتراء اللي بيعمله، بص التركيز، بص الإصرار على إحراز الهدف. ده برضو مهم جدا، لسه لعيب صغير محمد شريف يقدر من خلال وجوده في الملاعب وان هو يتفرج كتير ويبص على النجوم الكبيرة خصوصا في اللي بيلعبوا في مركزه بيتصرفوا ازاي في الكورة، هتفرق معاه كتير. خصوصا يعني ان انا بشوف ان والله محمد لعيب كويس قوي، لعيب كويس جدا جدا، ولكن اللي بيحصل ما بعد اللقاء والهجوم الشرس عليه على السوشيال ميديا ده مش حلو. ونقطة ان انت بتتكلم ان الادارة ما جابتش لكولر الفيرود، يا جماعة ما احنا قلنا احنا رجع لنا كهربا ومحمد شريف فاق، الامور بالنسبة للادارة لو كانت لقت فيرود كويس كانت هتجيبه، لكن انت ما لقيتش فيرود كويس وكله بيغالي، يبقى احنا نعتمد على الاولاد الموجودين اللي ابتدوا يفوقوا. لكن اللي بيحصل ما بعد الماتش ان محمد شريف بيتم الهجوم عليه، اعتقد ده مش في صالح خالص هجوم نادي الاهلي. لو انت بتتكلم بقى كجمهور النادي الاهلي المخلص والجمهور اللي بيحب لعيبته والجمهور اللي بيفكر دايما ان لعيبته دايما حائط صد للعيبته، ان محمد شريف ممكن يعني بالهجوم ده يفوق، لا بالعكس، في محمد شريف من النوعيه اللي انا بقى لاحظته، محمد شريف من اللعيبه اللي تتعامل نفسيا بشكل قوي. لما كيروش بعده يعني الامور بالنسبه له يعني رجعت لورا، ما خدهاش حافز بالنسبه له، لا الامور بالنسبه له رجعت لورا، بالتالي لازم نتعامل معاه بشكل ممكن يكون افضل من كده، لان في الاول في الاخر هو بيضيع فرصه وكله بيضيع فرص. معلول ضيع ضربه جزاء عادي، ليه بقى احنا هنا بنروح لمحمد شريف ونقصه عليه وهنا معلول لا بالعكس، احنا كل اللعيبه لازم نبقى بنتعامل معاها انه ده بيحصل في كرة القدم وكله بيضيع وكله بيلعب كورة وبيحاول، لانه عمره ما هيبقى قاصد ان هو يضيع فرصة عامة. لكن في الاخر هي قصور موجودة من محمد لازم يحسنها، وقصور موجودة من الادارة الفنية ككولر ان عنده لعيب عارف ان هو بيوصل كتير للمرمى وبيضيع كتير قدام المرمى، وبالتالي لازم يحسنها. وعلى فكره مش محمد شريف بس، لازم كل اللعيبه تبقى بتتمرن على وقت الانفراد او وقت الفرص اللي بتتاح للنادي الاهلي ان هم يعرفوا يجيبوا جول، وبالتالي مش هتبقى بقى محتاج فرود معين هو اللي بيحرز الاهداف، لا اي لعيب يوصل قدام الجول يقدر يهدف، سواء بقى حسين الشحات، قفشه،
بيرسيتاو، محمد شريف، شادي حسين، اي لعيب يبقى موجود يبقى عنده القدره بناء على التمرينات اللي هو اشتغلها وبناء على الشغل الفردي اللي هو اشتغله. طيب ده يمكن كنت حابب اتكلم عليه. هرجع اتكلم مع حضراتكم على ماتش الاهلي النهارده، لان في بعض الاسباب اكيد برضو مش فقط الامور اللي ممكن تكون فنيه، وامور تكون منها عدم تركيز، لان في حاجات حصلت في الملعب النهارده اكيد طلعت اللعيبه بره تركيزها، خصوصا في الجزء الثاني او الثلث الاخير من المباراه، واللي طبعا اكيد استغلوا فلامينجو واحرز الاهداف الخاصه بيه وكسب 4-2 وفاز بالبرونزيه. هطلع لفاصل